السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر الشهر بقى وعايزة وجبة غدا كده، حاجة سريعة ولذيذة ومش مكلفة معانا. هنعمل النهاردة وجبة الغدا اللذيذة دي لعشاق المكرونة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل عملنا صالحة خالصة وجهك الكريم، ولا تجعل الناس منا شيء ولا الشيطان منا نصيب، وتقبل الله منا بقبول الحسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي اتشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. أنا لميت اللي كان موجود عندي بقى واحنا آخر الشهر، فلقيت عندي الفلفل الموجود عندي واربع 5 قطع كده من السجق اللي معايا، وكيس المكرونه والصلصه. هجهز حاجتي كلها كده، هبتدي اقطع قطع الصدق اللي موجوده عندي. وطبعا لو ما عندكيش صدق، لو عندك قطعه فراخ ماشي، عندك قطعه لحمه اوكي، حته لحمه معصجه بسطرمه، من غير اي حاجه خالص تقدري تعمليها، اللي موجوده عندك والمتاح عندك في بيتك تقدري تعمليه. قطعت كام قطعه السجق اللي كانوا موجودين عندي كده، وابتدي اقطع كمان الخضار بتاعي تقطيع كده عشوائي، او التقطيع اللي انت بتحبيه، يعني زي ما انت بتحبيه قطعي صغير كبير حسب نوع المكرونه اللي عندك، صغيره او كبيره. جبت البصلايه بتاعتي وابتدي اقطعها جوليان كده، زي ما قلت لك التقطيع اللي انت بتحبيه صغير او كبير. قطعت البصلايه بتاعتي وابتدي اقطع كمان، انا معايا طبعا فصين توم موجودين معايا، ابتديت قطعتهم قطع صغنطوطه كده عشان ما يبانوش في الاكل الاولاد، او زي ما انت عايزه ما انت عايزه. لو عندك مفروم في الفريزر كمان اوكي، زي ما انت عايزه. طبعا انا كان عندي الحمد لله فلفل الوان، ولو انت مش موجوده عندك فلفل اخضر بس استكفي بيه، هيديكي نفس النتيجه برده. قطعت كل الخضار بتاعي، انزل عليه بمعلقه كده كبيره من السمنه او حتى زيت، اي مواد دهنيه موجوده عندك، وابتدي اشوح الخضار بتاعي بالصدق كده لحد ما تطلع ريحته كده، والخضار يدبل بسيط كده، كده يندمج كده مع بعضه، والصدق يطلع طعمه والريحه بتاعته. نزلت بالملح وشويه ملح وشويه فلفل اسمر وكيس مرقه او مكعب مرقه اللي موجوده عندك، وممكن تقدري تستغني عنه، لان كده كده هبتدي احط الشوربه كمان. حطيت كده رشه من الشطه، وكمان نص معلقه صغيره من البابريكا، وقلبت كده مع بعضه. وكانت الطماطم للاسف ما كانش عندي طماطم فريش، فحطيت طماطم اللي كانت موجوده في الفريزر اللي انا مفرزاها، ونزلت الكوبايه من الشوربه عليها، وابتدي اسيبها كده تسخن كده، والصلصه تصيح معايا. واول ما بتبتدي تخش على الغليان بتاعي، نبتدي نحط كيس المكرونه اللي معاكي، او حسب كميه المكرونه. ده كيس مكرونه 400 جرام. قلبت كده معايا المكرونه كده مع الخضار اللي موجود معايا والشوربه، وعايزاكم تشموا الريحه كده تخيلوا المنظر والطعم هيبقى ازاي. قلبت معايا الخضار بتاعي كله كده بالمنظر ده. طبعا هي هتحتاج ميه تاني، هتحتاج شوربه لو موجوده عندك، انا ما كانش عندي فكملتها ميه كمان. حطيت كوبايه كمان من الميه كمان، وابتدي اقلب واغطي المكرونه بتاعتي لحد ما تاخد سوا. اقل من 10 دقايق، 7 دقايق بالظبط تكون المكرونه بتاعتك مستويه. ممكن تحتاج ميه معاكي تاني حسب نوع المكرونه معاكي. اتشربت معايا المكرونه واتسلقت كده في قلب الخضار والصوص كده والشوربه. عايزه اقول لكم طعمها كان تحفه جدا وريحتها جميله جدا. حابه تضيفي عليها بقى شويه شويه جبنه، شويه اي حاجه كده انت بتحبيها، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا اللي موجوده عندك. وقطعت على كده رشه بقدونس صغير او كزبره، وكانت طعمها حلو قوي قوي والف هنا، وبجد لازم تجربوها. واتمنى بقى منكم ما تنسوش اللايك والتعليق بقى الجميل لو بحرف واحد، عشان يوصل الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. الباكورنا كانت جميله جدا ومفلفله كده ومش معجنه وحلوه قوي قوي بجد. وصفه سريعه واقتصاديه وما كلفتناش حاجه، وجبه غدا رائعه جدا. واشوفكم فيديوهات تانية، اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده. في رعايه الله وحفظه حبايبي، مع السلامه.